القصة اللي غادي نسمعوا اليوم هي قصة حقيقية ديال نورا الكويتية. نورا مشهورة بنورا الطقطاقة اللي كان أغلب الشغل ديالها الحفلات والأعراس. المغنية الشعبية اللي اعتزلت الغناء بسبب عرس. اش وقع في هذا العرس اللي جعل نورا تعتزل الغناء؟ هادشي اللي غنعرفو في هذا الفيديو، تابعوه حتى الاخر. واحد النهار كتلقى نورا واحد المكالمة هاتفية من واحد السيدة اللي بغاتها تخدم لها في العرس ديال بنتها، ولكن نورا رفضات لأن داك النهار كان في اليوم ديال الراحة ديالها اللي كترتاح فيه. ولكن السيدة بقات كترغب فيها وكتطلب، وقالت لها بأن بنتي من المعجبين ديالك، وإلا ما خدمتيش لها في العرس ديالها تقدر تلغيه. هذا الكلام هذا اللي أثر في نورا وجعلها تقبل. والنهار ديال العرس مشات نورا هي والفرقة الموسيقية ديالها مع 10 ديال الليل، الوقت اللي كانوا محددين فيه العرس. وفاش كيوصلوا كتفاجئ هي والفرقة الموسيقية ديالها لأنها كانت فيلا كبيرة بزاف تقول عليها قصر. لقاو في الاستقبال ديالهم الام ديال العروسه اللي رحبات بهم وداتهم لواحد البيت فين يبدلوا حوايجهم، ويجي تسلم عليهم واحد المراه اللي كانت غليظه والوجه ديالها مخطوف والتسليمه ديالها قاصحه. وهما داخلين للبلاصه اللي غيكون فيها الحفل قال لها واحد من الفرقه انا ما مرتاحش لهاد البلاصه. فاش دخلوا القاعه لقاوها كبيره بزاف والضياف كتار والماكله بزاف. كان كيبان بان هاد العائله اللي غيخدموا لها عائله ثريه. وبدا الحفل والناس كيشطحوا بواحد الطاقه أكثر من المعتاد، ومرة كيمشيو كيسلموا عليهم كيطلبوا من نورا شي أغنية معينة تغنيها لهم. وهي شوية جات عندها وحدة من الفرقة الموسيقية ديالها وقالت لها بأن الناس اللي كيجيو يسلموا عليهم يديهم قاصحة بحال الحجر وسخونة. قالت لها نورا عادي يمكن هي مع الشطيح والعيا. والصالة شوية بدات كتعمر، وفاش كيبغيو الموسيقيين يرتاحوا كيقولوا لهم لا ما توقفوش، غنيو بصوت عالي. وبداو كيشطحوك بحال الحماق وكينقزوا. وفي ديك اللحظه وهي تشوف وحده من الفرقه الموسيقيه الرجلين ديالهم من تحت كشيطه، وهي كيبانوا لها رجلين ديال الحيوانات. تخلعت بزاف ودارت كتشوف صحاباتها اللي كانوا حتى هما مخلوعين وكيترعدوا. دارت نورا وشافت فيهم وقالت لهم كملوا عاديين، انا راني من الاول كنت عارفه بان حنا ما خدامينش الناس عاديين، وما بغيتش نقولها لكم باش ما تخلعوش، فلهذا كملوا عاديين حتى يوصل الاذان ديال الفجر، لان الجن فاش كيسمع الاذان كيهرب. وهكذا بقاو مستمرين وكلهم خايفين حتى أذن الآذان. وبدا الآذان ويتفضوا، وقع واحد السكات رهيب وهي صوت نورا. هربوا ومشاو كيتجاراو للباب الرئيسي اللي كان جاي منه واحد شويه ديال الضوء ديال القمر حتى خرجوا لبرا. فاش خرجوا وكدور موراها نورا وتشوف وهي كتفاجئ لقاتها الا دار مهجوره ما كاين حتى حاجه والظلام. بداو كيتجاراو غادي كيتجاراو في الشارع ويتلاقاهم واحد السيد كان غادي للجامع. وقفهم مالكم شنو واقع، وهي تحكي له نورا القصه ديالهم ويقول لها بان ديك الدار هذيك راه مهجوره هذه عشرات السنين، وبان الناس اللي ساكنين قرابين لديك الدار كيسمعوا فيها الصداع بالليل، وبانها مسكونه بالجن. وفي ذاك النهار اعتزلت نورا الغناء وما بقاش كيتسمع الصوت ديالها بسبب هذا الواقع. والا كنتي وصلتي حتى لهنايا ما تنساش دير جيم ومتابعه.